اهلا وسهلا خوتي وخواتاتي والمهمات الغاليين، كي دايرين؟ بخير وعلى خير، هانيين؟ كلشي مزيان؟ كي دوزتو اياماتكم مع رمضان؟ كلشي بخير وعلى خير؟ قضيتو عليه ولا قضى عليكم؟ اليوم فيديو جديد غنشارك معكم الاخوان والاخوات ديالي اللي كخيب اللي معمرين بحشوه لذيذه 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 بزاف واقتصاديه في متناول الجميع. ومن خلال هذا الفيديو حتى اللي ما كياكلوش ليها وليداتها الخضره غتوكل عليهم بهذه الطريقه. وكما كنعرفوا ان الوليدات كيموتوا على هادشي ديال الكخيب، يا مالحين يا حلوين. ايوا هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، كنتمنى تتابعوا معايا حتى النهايه وما تدوزوش الخط، وباش الانسان يستافد من المراحل كاملين وتكون افاده. وشكرا على التعاليق وعلى لي لايك الزوينين وعلى الدعم ديالكم في الفيديو السابق. وندوزوا على بركه الله لطريقه التحضير والمقادير في نفس الوقت. فرجه ممتعه وشكرا لكم بزاف. واي واحد اول مره يشوف قناتي يفعل زر الجرس ويدير لي واحد اللايك. بسم الله توكلنا على الله وعلى بركه الله. الاخوات ندوزو باش نوجدوا الكريب ديالنا، نوجدوا العجينه هي الاولى، الخليط ديال الكريب. عاد غندوزو ان شاء الله الحشوه. عندي هنا السطر ديال الحليب اللي بدرجه حراره المطبخ، وعندي 2 كيسان ديال العنبه ديال الفورس اللي من الوزن 225 غرام، وعندي هنا 2 بيضات، وعندي هنا شويه ديال الزعتر وشويه ديال الفلفل الاسود او الابزار والملح حسب الذوق. صافي وغادي نجيب الكاس تاع مولينيكس ان شاء الله اللي غندير فيه البيض وغندير فيه الخليط ديالي كامل. وعندي البنات الزبده، عفوا معك كنت حاطه حدا البوطه كما عارفين دابا الحريره مردوده الطيب، كنت حاطاها فوق الرخامه حدا الفرن باش تذوب ليا. عندي 50 غرام ديال الزبده ها هي اللي دايبه. وغندوز دابا على بركه الله. درنا البيضه الاولى، ها البيضه الثانيه. نكبوا دابا نسطروا ديال الحليب ديالنا وغنديروا هذا الملح والابزار والزعتر. انا كندير كلشي وكنقرب. غادي نقرب دابا البيض والحليب. عاد غنزيدهم دابا غنزيدهم الدقيق بعد ما طرب ليا البيض. الدقيق البنات اللي انا ديجا مغربلاه من قبل. وغنزيد عليهم هاد الزبده اللي دايبه كما قلت لكم البنات، 50 غرام ديال الزبده اللي دوبت هنايا. صافي غنرجع المولينيكس ديالي كلشي يتطحن ان شاء الله. وانتم شوفوا الخليط كيفاش جا البنات، راه خفيف ما كيجيش ثقيل. شوف غادي نكبو دابا فواحد الاناء ونغطيه ونخليه يرتاح واحد نص ساعه على ما نوجد الحشوه ديالي. ودابا غندوزو للحشوه البنات. عندي هنا 2 ديال الخيزوات صغار محكوكين بحال ما هذا الشكل هذا، و2 قرعات كروجيت محكوكين، 2 بصلات مشلضين خضاريين، وعندي هنا تقريبا فلفله وحده حمراء مقطعه، وعندي هنا 2 دروس تاع الثومه واللي عنده الثومه بودر يستعملها. وهنا عندي 4 ديال الصدر ديال الدجاج اللي مغسول ومرقد في الحامض والخل مزيان حتى ما بقاتش فيه الزفر ديالو، وقطعته انا بهذا الشكل هذا، لكن الاختيار قطعوا شرائح طويله او مربعات صغار هكا. وعندي هنا مقله اللي فيها شويه ديال الزيت. غنبدا بالدجاج هو الاول الاخوات باش يتشحر باش يدخل الطياب، عاد غنزيد عليه الخضره ان شاء الله. نديروا الدجاج ديالنا دابا البنات باش يتشحر هو الاول باش يدخل لنا الطياب مزيان كما كتشوفوا. غنطب عليه البوطه شويه صافي غنخليه يتشحر. غنزيد واحد الرشيشه ديال الملح ورشيشه ديال البزار الاخوات. صافي غنشحر الدجاج حتى يدخل الطياب، عاد غنزيد عليه الخضر ديالنا اللي محكوكه. هنا الاخوات من بعد ما الدجاج ديالي تقريبا دخلوا الطياب كما كتشوفوا معايا، غنزيد عليه دابا البصله، غنزيد عليه كلشي دقه وحده، البصله والثومه، غنزيد الفلفله حتى هي والقرعه. صدقوني هاد العماره البنات راه كتجي واعره طوب. وبالنسبه للوليدات اللي ما كياكلوش ديك الخضره اصلا كما كنعرفوا الوليدات كاع كيموتوا على هادشي ديال الخير وهادشي المعمر. هذه هي الطريقه باش تعطيهم الخضره.
صافي غادي نبقى نحرك دابا بهذا الشكل هذا. تطلق لي الخضره المويه ديالها. كما كنعرف راه خضره الفاكهه غنيه بالماء، ضروري غير كتدخل السخونيه كتطلق الماء. صافي غادي نبقى نحرك هكا حتى علينا يطيبوا. عاد غنزيدهم العطريه اللي غندير لهم. غندوز باش ندير شويه ديال العطريه. غادي ندير لها شويه ديال السكينجبير. كما كنعرفوا راه الدجاج والخضر كيتواتاو مع السكينجبير. وغندير شويه ديال الخرقوم معلق، غير الراس ديال المعلقه البنات كما كتشوف، ما تقاووش منه. وشويه ديال البابريكا او التحميره معلقه صغيره. وغندير واحد القريصه ديال الزعتر باش تبان لي الحشوه ديالنا. كما شفتوا غادي نحك بين يديها. الزعتر اختياري البنات، غير هو انا كيعجبني في الحشوه كنجمدها. صافي غادي نحركوا الحشوه ديالنا كما شفتوا البنات ناشفه، ما يكونش فيها كثره الزيت باش ما تجيناش في العجينه في لي كريب ديالنا تجغجغهم لنا بالزيت غيتعجنوا وغيجيو ثاني كيقدموا. باش ما كانت الحشوه ناشفه الاخوات مزيان. صافي غنزيد لها واحد القريصه تاع الربيع اللي هو طري. اصبروا معدنوس وخلط. ديما كنقول لكم الربيع في الحشوه نزيدوه هو الاخر كيبقى عطينا اللون ديالو والبنه. صافي دابا غادي ندوزو باش نطيبوا لي كريب ديالنا. بما بردات لنا الحشوه عاد غادي نبداو نعمروا ان شاء الله. هنا الاخوات غادي نحيد هاد البلاستيكه اللي كدايره على الخليط ديالي كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. وغادي نبدا دابا باش نطيبوا. غندير المقيله ديالنا تسخن ديال البغرير او ديال لي كريب، المهم قليل تكون ما تلصقش الاخوات. وندوزو باش نبداو نطيبوا على بركه الله. هنا البنات من بعد ما سخنت لي المقله انا راني بديت راه خبزت شحال وحده. ما كانش مروان اللي صورني، تسنيته باش يجي يصورني ساعات هبط عليا. كنصور معكم بيد وختامه بيد. صافي كنبقاو نديرو لي كريب ديالنا بحال ما هاد الشكل هذا كما شفتوا الاخوات. وصل بنتي قاتله البرد عاد كحكح. خديت لها الدوم فرماسيان، درت لها دواء العرب والو بغا يفوت الحال. البوطه البنات انا ناقصه مهيله شفتوا باش يطيب على خاطر باش ما يتخطفش. كما شفتوا الاخوات بحال كيبداو في هاد الفقاعات. سمحوا لي على الصداع، الجيران خدامين بالشنيور. صافي كنقلبوا كما قلت لكم. سمحوا لي على صداع الشنيور، صبروا. في نفس الوقت كنطلعوا عليه مره. صافي البنات ملي كتحمر ليا هكا كنجيبها هنا كما شفتوا. راه قلت لكم انا ديجا بديت طيب. هانتوما كنغطوه بزويف باش ما ينشفش لينا، باش يبقى رطيطب ما ينشفش لينا سيرتو دوك الجنيبات ديالو. صافي نبقى بنفس الطريقه تنكمل كلشي. وهنا الاخوات من بعد ما كملت الكريب ديالي في الطياب خليتهم تبردوا. وكما كتعرفوا الحشوه ديالي حتى هي راه بارده. رزت هنا 3 ديال الفرماجات مثلثين. نتوما استعملوا اي نوع ديال الفرماج توفر عندكم، مثلث مربع. غادي نورك عليهم بحال هكا بفرشه باش نخلطهم مع الحشوه، كيعطوا واحد البنه زوينه الاخوات. صافي غادي ندوز دابا باش نبدا نعمر. هنا كما كتشوفوا الاخوات راه بعد انني نظفت سطح العمل. هانتوما كيجي بهذا الشكل هذا. هنا عندي فرماج موتزاريلا وفرماج حمر اللي كنت وجدته ضمن التحضيرات تاع رمضان. واخا ما صورتهمش معكم هذا العام. صافي كندير هكا القياس كما كتشوفوا. صافي كنتني بحال هكا علاش بسيملات كما شفتوا الاخوات كيجيو بهذا الشكل هذا بحال هكا. كنبقاو بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا الاخوات. كناخذ قياس ديال الحشوه. صافي كنحاول بحال غنربعو بحال هكا. صافي غندير القياس تاع الفرماج. بغيتو ديروا فرماج ديال الساندويتش داك المربع حتى هو كيبقى يعني الفرماج اختياري لكم الاخوات، اولا تكتفيو غير بالفرماج اللي شتوني درت انا في الاول ديال الحشوه داك المثلث. صافي كنبقاو بهذه الطريقه راه هو كيلصق معنا ما كنحتاجو نسدوه حتى شي حاجه كما شفتوا الاخوات. مستاجو تسدوه والو. صافي غنبقى بنفس الطريقه حتى غادي نكملهم وندوزو باش نحمرهم في المقله ان شاء الله. وهنا البنات جبت هاد المقله هذه ديجا كانت عندي ديال البغرير ولكن ما بقاتش. كما كتشوفوا دهنتها بشويه ديال الزبده، غير واحد النقيطه ديال الزبده. وغادي نحط فيها لي كريب ديالنا بهذا الشكل هذا
نمشو كنوركو عليهم غير شويه. غنزيد الثانيه المقله كتهز ليا جوجات. فيلمي غير راسي صافي كنخليهم يتحمروا من تحت. اللي بغا يديرهم في الفريسه يديرهم، انا كتجيني الطريقه عمليه ساهله. اللي بغا يدخلهم ثاني الفران سيرتو اللي عنده فران الضو اي. اما بالنسبه للكاز كتكون القضيه شويه ثقيله في الخدمه ديالهم. مشو قلبتهم كنستعين بهذه كما كتشوفوا كيشوف هذا اللون مذهب زوين. يلا نتلاقاو في الطبق النهائي ان شاء الله. هنا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال ليكخيب ديالنا اللي عمرنا وطيبنا. ها هما زوقتهم انا بشويه ديال الفرماج محكوك ديال الموتزاريلا من الفوق، والديكوراسيون كتبقى لكم اختيار كما كنقول لكم دائما سيدتي ابدعي والهمي. هنا دابا البنات غنحل معكم وحده باش تشوفوها من الداخل كيفاش دايره. يا بسم الله. مع الفرماج درتو عليه غير من الفوق، ما درتوش عليه ملي كان سخون كيتفرشش معنا. هانتوما اختي اخوتي اخواتاتي، شوفوا العماره تبارك الله كي دايره من الداخل. كنتمنى تكون واضحه لكم. الصراحه راه ما نعاودش لكم الاخوات شكلا ومنظرا ومذاقا. يا سلام. وهنا الاخوات غنبغي نقول لكل واحد تابع معايا الفيديو توصل معايا لنهايه الفيديو هنا. شكرا ليك بزاف اختي او خويا او المهمه الغاليه، ولا خليتوا لي شي لايك وشي تعاليق زوينين بحالكم، انا مشكوره لكم بزاف وخا نشكر حتى اليمن وفيكم حقكم. وهنا غنقول لكم الاخوان والاخوات فيديونا وصل للنهايه ديالو. شكرا لكم على حسن المشاهده والمتابعه، وباي باي عليكم، ونتلاقاو في فيديو الجاي وصفه جديده ان شاء الله مع يوميات رمضانيه. يلا باي باي عليكم الحبايب ديالي، نموت فيكم انا.